النسب الشريف عند العلويين مزور، باش نعطيو واحد الدرس لهذا. ما بغيتش نقول الكلام ديال قلة الحياة، ولكن نبقى كدكتور في الجامعة، كإنسان مثقف تيقول على انه ما كاينش علويين بدون علي. هذه المره حماق بزاف، ربما ما لقاش البنان ولا معدوم عندهم في الجزائر. حنا راه غير واحد القضيه نقولها لكم، حنا غير العلويين الا دعاو عليكم بالبركه ديالهم مشيتوا خلق، مشيتوا خلق. البركه سيدي ربي والبركه ديال العلويين، البركه ديال العلويين مازال خدامه علينا لحد الان. يعني محمد شافعون الإزع السن تاعك شحال؟ انا دابا راني 27 عام وانا كاستاذ جامعي. راك في عمر ابي، شكرا بارك الله فيك. وشنو هذه على هكا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، أنا محمد دمير، وهذا الجزء الثاني من التحقيق في النسب العلوي. كما وعدتكم راح نزيد ونثبت أن هذا النسب المدعى فيه أيضا تزوير ثاني، ويتعلق بانتسابهم لهذا الرجل اللي يقولوا اسمه الحسن بن القاسم بن محمد، ويكنى بالحسن الداخل. ونقولوا بسم الله. نبدو بقصته في مصادر العلويين، وملخصها كالتالي: أنه كاين راجل فاضل من أهل سجل ماسة يسمى أبو إبراهيم، وأبو إبراهيم هذا لما حج بعض السنين اجتمع هنالك برجل يدعى الحسن اللي كان يسكن في ينبوع النخل. وفي هذاك الوقت اللي تعرف فيه أبو إبراهيم سجل ماسي هذا على السيد الحسن، كانت سجل ماسة خالية من سكن الأشراف بها، وقعد أبو إبراهيم يشكر له في سجل ماسة وينفح فيه حتى استمال وأقنعه وقادموا به مع ركبهم. ولكن القصة هذه في الحقيقة أقرب للأسطورة. الدليل على ذلك ما يلي: أولا فيما يتعلق بنسبه ومولده، قالوا أنه الحسن داخل مولده بينبع في الحجاز، وباباه قاسم هذا قالوا عليه هو شريف ينبع، وسموه أكبر شرفاء الحجاز في وقته ديانة ووجاهة. وهذا حرفيا الكلام اللي نشرته وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية على مرتين في مقالين يعني. لكن في الحقيقة هذا غير صحيح، لأنهم يحكوا على شخصية ينبوعية حجازية لا ذكر لها في قائمة أشراف ينبع ولا أشراف الحجاز ولا في أي مصدر تاريخي باستثناء المصادر العلوية. يعني تقول لي راهو أكبر شرفاء الحجاز في وقته ديانة ووجاهة وما لقاش اسمه في موسوعة أعلام الأشراف في بلاد الحرمين اللي جاية في مجلدين، بما في ذلك أشراف ينبع اللي تذكروا في هذه الموسوعة أكثر من 100 مرة، ولكن لا أثر للداخل ولا باباه ولا جد. وهذه أيضا شجرة أشراف ينبع، لا أثر لهذه العائلة المزعومة، بالرغم من أنه المصنف جمع فيها كل الأشراف من بني الحسن بن علي وخصص فصول لأشراف ينبع، لكن هذا الحسن الداخل وجدوده غير موجودين. بل وهذا كتاب مروكي يرجع لبوعيد العصر اللي جاء فيه الحسن الداخل، اسمه ابن السكاك المكناسي، ذكر كل شرفاء المغرب والأندلس ومصر والحجاز بما فيهم حتى شرفاء ينبع، ولكن لا أثر لهذه العائلة. بل وتوصل وين ذكر حتى ذرية محمد النفس الزكية وما حكاش على القاسم ولا على الحسن الداخل. وهذا ببساطة لأنه هذا مؤرخ جاء قبل ادعاء العلويين الشرف وقبل اعتلائهم للسلطة. قلت جاء من ينبع حوالي العام 1260 1270 وباباه كان مشهور، ورجعنا لينبع في هذاك الزمان وما لقيناش لا ريحته ولا ريحة أهله. ودرك نقدروا نخرجوا التساؤل الأول اللي يجرح هذه الحكاية تاع الحسن الداخل، واللي هو لماذا لا يوجد اسم الحسن الداخل ولا باباه ولا جده ولا حتى جد جده في أشراف الحجاز ولا في أشراف ينبع، بالرغم من أنه تصنيفات أشراف الحجاز كثيرة وفيها من الأسماء المئات. ونظن هكذا واضح. وننتقل للعلة الثانية في هذه القصة، واللي هي قدومه إلى سجل ماسة. الرواية تقول أنهم جابوه لسجل ماسة لعدم وجود أي شريف ولا فرع من ذرية آل البيت في هذه المنطقة، فقد قالوا كانت سجل ماسة وأعمالها معناها المدن التابعة لها يومئذ شاغرة من سكن الأشراف. وهنا أيضا يقول ولم يكن ببلد سجل ماسة أحد من آل البيت الكريم، لكن هذا مردود غير صحيح. كان على الأقل عبد الرحمن بن علي الإدريسي اللي هرب لسجل ماسة أيام الموحدين، هذا ما طبع نصه في مراكش في كتاب زهرة الأخبار، أنه الأدارسة بسقوط دولتهم كاين اللي هرب للجبل وكاين اللي هرب الفيقيق والأندلس وسجل ماسة، واللي هرب لسجل ماسة تحديدا هو عبد الرحمن بن علي الإدريسي. يعني لما نقولوا لم يكن ببلد سجل ماسة أحد من آل البيت فهذا تبرير مكذوب لأسطورة الحسن الداخل، خاصة إذا زدنا تعرفنا على إدريسي آخر وأكثر شهرة واللي هو سيدي بوكيل اللي أقيمت على قبر زاوية في ضواحي سجل ماسة، وهو أيضا من ذرية إدريس، والزاوية تاعو ترجع لما قبل القدوم المزعوم للحسن الداخل. لهذا يقول صاحب هذا الكتاب مدغرة وادي زيز: نتوفر على بعض الإشارات التاريخية التي تشير إلى وجود العنصر الحسني بإقليم سجل ماسة منذ القرن العاشر ميلادي، يعني قبل القدوم المزعوم للحسن الداخل بقرنين 200 سنة. وزيد يقول عندي بعض الوثائق والمراسلات اللي تخص السجل الماسيين الأدارسة ليرجعوا لما قبل التواجد العلوي بهذا المنطقة. يعني قولهم جابوه لأجل أنه مدينتهم يكون فيها أشراف هذه كذبة، ويوجد
درس في سجل ماسة من قبله. وهذا يقودنا للعلة الثالثة في أسطورة الحسن الداخل، واللي هي التضارب في الروايات المتعلقة بدوافع الاتيان به ولا إحضاره لهذه الأرض. أولا قال لك خصنا واحد شريف نتبركوا به، وفي رواية أخرى لأجل فض الصراعات السياسية والقبلية والاقتصادية، وفي رواية ثالثة لطلب إصلاح ثمار نخيلهم، وهذه هي اللي يأمن بها الحسن الثاني اللي قال في مذكراته لما كانت واحات النخيل في صحراء تفيلال تتعرض للإبادة بسبب الحشرات، ظن الناس أن واحد من آل الرسول صلى الله عليه وسلم سيقيهم سوء هذا البلاء، فجاء جدي الحسن الداخل ونجت تلك الواحات. وباه تعرفوا بأن هذا الكلام باطل لا أساس له من الصحة. سجل ماسة هذه يا الخوة كانت قبل قدومه المزعوم، قبل قدوم الحسن الداخل يعني، كانت دولة مستقلة بل قيل عنها قاهرة المغرب، وفيها من العلماء والصلحاء والتجار. وهذه بقدرة قادر نلقوها بعد القرن الثالث عشر، نلقوها بدأت في الاندثار وأصبحت أطلال بعد ما فاض عليها الواد وضربتها الحملة وتدمر النخيل ودمرت البيوت، وراحت سجل ماسة إلى الأبد. فبالله عليكم هذه بركة ولا لعنة جابها مع الحسن الداخل؟ وقبل ما نفوتوا هذا الفصل ولا هذه النقطة، هذا اللي ينقل لنا قصة الحسن الداخل والبركة تاعو. الإفراني يقول إن قدوم الحسن الداخل إنما هو تصديق للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فاطمة أعطت جارية لها صدقة وقالت لها امضي إلى السوق وقولي من يقبل صدقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبلها منك فأتيني به. فقال رجل مغربي كان موجود في المدينة أنا موضع صدقة بنت رسول الله. فجاءت به إلى باب فاطمة فسألته فاطمة من أنت؟ قال مغربي. قالت له من أي المغرب؟ قال لها من البربر. فبكت فاطمة وقالت قال لي والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري ذرية البربر، سيقتل الحسن والحسين ويفر أولادهما إلى المغرب فلا يأويهما إلا البربر، فيا سوم من فعل بهم وطوبى لمن أكرمهم وأعزهم. يرحم بابكم، هذا تاريخ ولا أساطير وخرافات؟ تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مروية في إطار قصة الحسن الداخل. وهذا هو الفكر اللي جاب لنا هذا الأشكال. رحنا غير العلويين إلى دعوا عليكم بالبركة ديالهم مشيتوا خلق. وننتقل للتناقض الرابع في الأسطورة هذه، واللي هو عمره ولا سنه عند قدومه لسجل ماسة. يذكر العلويين ومؤرخيهم أن الحسن الداخل هذا كان في عمر الستينات حين جاء به من ينبع إلى سجل ماسة، والستينات هذا هو بداية الشيخوخة في العمر. فتتوقع عزيزي المشاهد أنه بالك أب في هذاك الوقت ولا ربما حتى جد، لكن هم يقولوا جانا أعزب وتزوج في المرة. والغريب أنه الستيني الأعزب هذا هو وخاوته عددهم 8 جمعهم باباهم على طريقة الأولاد الصغار، فكان يسأل الواحد منهم من فعل فيك الخير أفعل معه الخير، ومن فعل معك الشر أفعل معه الشر، إلى أن بلغ مولانا الحسن الداخل فقال له أعود له بالخير إلى أن يغلب خيري على شره، فدعا له بالبركة فيه وفي عقبه وبعثوا للمرو. وبالله عليكم أيضا هل هذه أسئلة تطرح على إخوة أعمارهم في 60؟ بل والرواية في حد ذاتها فيها تمسخير ببركة الأشراف كما يقولوا هم، لأنه من 8 أشراف طلع واحد برك اللي يعرف. يعني مؤلف الرواية باهي مجد الحسن الداخل حرق 7 خاوته. ولو كانت البركة والحكمة والفطنة في النسب الشريف لما اختلف إخوة الحسن الداخل في جوابهم على نفس السؤال. فأشهدوا يا جماعة باللي المراركة يؤمنوا برواية تقول أنه 7 شرفة من أصل 8 ما تعولش عليه. خلاصة هذا الفصل هو أنهم جابوا رجل من أشراف ينبع عمره 60 سنة أعزب، وقبل ما يسيبوا باباه دار له اختبار هو وخاوته، وكنجح في الاختبار قال له باباه انت اللي تروح المروك وتداوي لهم الخل تاعهم ببركاتك. وننتقلوا للفضيحة الأخرى في هذا الأسطورة، شوها كما يقولوا هما، واللي تستاهل حلقة خاصة، لكن لعل نقدر نلخصوها في أقل من دقيقة. وهي أنهم قالوا جاء في القرن الثالث عشر للميلاد من ينبع لسجل ماسة، وشاع خبر قدومه، وكادوا يقتتلوا يوم وفاته، وله كرامات ظهرت في حياته وبعد وفاته. يعني رانا نحكوا على شخصية لم تعرف سجل ماسة مثلها في تاريخها. لكن الغريب أنه ولا واحد من قرنه سمع به ولا حكى عليه، ولا واحد من القرن اللي بعده سمع به. والدليل هولي جدول تعبت عليه لأسماء مؤرخين مراركة ولا من المنطقة ما همش بعاد على القرن تاعو، وكلهم ذكروا سجل ماسة، كاين منهم حتى اللي زارها. ولكن الصدمة هي أنه ولا واحد منهم ذكر الحسن الداخل في ذكره لأخبار سجل ماسة. وهي نحطهم في الخط الزمني. هذا ابن عذاري المراكشي عنده أعمال تاريخية شملت كل أخبار الأندلس والمغرب، ذكر سجل ماسة وذكر الكثيرين ممن نزلها من الأجانب. توفي في العام 1312 ميلادي وما سمعش بالحسن الداخل. وهذا ابن أبي زرع الفاسي في زمن الحسن الداخل ولا بعده مباشرة، وذكر سجل ماسة وأعلامها أكثر من 20 مرة في كتابه الأنيس المطرب، متوفي في 1326 ما سمعش بالحسن الداخل. هذا ابن بطوطة متوفي في 1377، معناها بعد 99 سنة من وفاة الحسن الداخل. ابن بطوطة نزل شخصيا في
في سجل ماسة وكتب عليها، لكن ما جابش خبر للحسن الداخل. هذا علي الجزنائي التازي ذكر سجل ماسة في كتابه جانا زهرة الآس، لكنه لم يذكر أي شخصية معظمة فيها. هذا ابن خلدون ذكر سجل ماسة وأعلامها مئات المرات في أعماله، وذكر الحجاز وينبع، وذكر الأشراف، لكن ما سمعش بالحسن الداخل وما حكاش عليه. هذا ابن السكاك المكناسي، هذا عنده كتاب اسمه نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام. كتاب هذا جمع فيه كل أخبار الأشراف في المغرب، وروح حتى الأشراف مصر وأشراف الحجاز والعراق، وذكر ينبع. لكن الطامة الكبرى على مخترعي رواية الحسن الداخل هو أنه ابن السكاك هذا قطع طريق هذه الأسطورة كليا، جاء بعد قدوم المزعوم للحسن الداخل ب 140 سنة. وهذا تقي الدين الفاسي عنده علاقة كبيرة مع أهل الحجاز، مؤرخ مروكي، ذكر سجل ماسة وما ذكرش الحسن الداخل. هذا جلال الدين السيوطي من مصر وزار سجل ماسة وعنده عدة كتب في الأشراف والأنساب، لكن ما يسمعش بالحسن الداخل. لماذا؟ لأنه متوفي في 1505. مازال العلويين ما دخلوش السياسة وما ادعوش النسب. فاسمح لي يا أخي لما تقول على الحسن الداخل تشار في سجل ماسة ودار فيها المعجزات، ومن بعد ما لقاش ذكره في حتى كتاب تاريخ مروكي على مدى أكثر من 3 قرون، حتى كشفنا أعمال من ذكر أهل سجل ماسة تحديدا، ومن تتبع أشراف المنطقة تحديدا، ومن زار سجل ماسة ودون تاريخها، وما لقاش اسم الحسن الداخل على الإطلاق. بل أول ظهور لهذه الرواية كانت عند مؤرخي البلاط العلوي، هذا بلا ما نخبروا الناس بأن الأسرة العلوية ما زالت إلى اليوم تبحث على الشجرة الحسنية اللي جابها معاه الحسن الداخل كي جاء، ويقولوا لا زالت هذه الشجرة لم تكتشف بعد. بالك طولت عليكم في هذه الحلقة، بصح ما زالت نقطة برك، واللي هي أنه الحسن الداخل هذا اللي قالوا عنده كرامات ظهرت في حياته بعد ما ماتوا، وقالوا هو أشرف من نزل بسجل ماسة، وتعلق الناس به حتى كادوا يقتتلوا لأجل دفنه، وولاده من بعده داروا زاوية أو خبرها في الكتب العلوية. ولكن هل تصدق أنه أهل سجل ماسة خلوا الزاوية تاع الشرفاء كراماتهم وتبعوا الزوايا الأخرى؟ بل حتى العلويين جدود محمد السادس كانوا أتباع الزاوية السملالية، وهذا قبل ما ينخرطوا في السياسة ويخترعوا هذه القصة تاع الحسن الداخل ويولوا هما مركز الشرف في سجل ماسة. وهكذا نكونوا طرقنا لبعض النقاط اللي تنسف خرافة الحسن الداخل، وهذه كلها تثبت علميا وتاريخيا أن رواية الحسن الداخل إنما هي أسطورة اخترعت لأجل السياسة، لا تصمد أمام التحقيق، فيها تناقضات جمة. وقبل ما نختم خلي نزيدوا نطرحوا هذا السؤال الفضولي برك، إذا كان هذا هو ضريح وقبر الحسن الداخل كما يقولوا، وش بيها قبور المسلمين اللي من حوله متعامدة؟ يعني مفروض في مقبرة المسلمين إن فوا يحدوا القبلة يولوا كامل في اتجاه واحد، لكن هنا تلقى ما بين القبر والقبر الآخر في الاتجاه 90 درجة. ربما يخطأ المسلم إذا كان وحده في اتجاه القبلة ويتبعوا بعضهم كل، لكن ما بين القبر والقبر 2 و3 أمتار ومتعامدين على بعض. تقدروا تحققوا منها إذا كان كتبتوا في ضريح ولا قبر الحسن الداخل. ولنا في الموضوع بحث آخر إضافي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.